مساء الخير. أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار في تحجير السفر على رجل الأعمال كمال الطيف. قرار جاء على خلفية فتح النيابة العمومية تحقيق في خصوص شكاية رفعها المحامي شريف الجبالي ضد عدد من الإطارات ورجال الأعمال اتهمهم فيها بتآمر على أمن الدولة، ومن المنتظر استنطاق كمال الطيف يوم الخميس القادم فيها القضية. ومن الأسماء اللي تم تداولها في الإطار القضية هذه واللي نسوقوها بالتحفظ الصحفي الاعتيادي اسم السيد الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس ورئيس الحكومة السابق، الأمر اللي خلف بعض ردود الفعل في صفوف نواب من المجلس التأسيسي. أنا كنت على اتصال بسي الباجي قايد السبسي وما علمه بحتى شيء، لا تحجير سفر ولا غير ذلك. احنا على علم بأنه أحد رجال الأعمال وأحد الرجال المهمين في البلاد في الحياة السياسية نتاعها سي كمال طيف وقع تحجير عليه السفر وفتح تحقيق يهم تآمر على أمن الدولة، وبناء على مكالمات هاتفية يقولوا اللي في الملف المحامين اللي في الملف موجودة عدة أسماء وقع الاتصال بها، عدة شخصيات سياسية معروفة في تونس من جملتها سي الباجي قايد السبسي. ما نتصورش أنه الحكومة فقدت وعيها وفقدت رشدها باش تدخل البلاد في متاهات لا طائل من وراءها. أنا يعني متخوف الآن تخوف جدي. أنا حقيقة الخبر مازال كي جاني تو استغرب ذلك أن مازلنا اليوم في تونس نمنع السفر. شخصية وطنية مرموقة حقيقة. القضاء احنا نحترم القضاء ونتمنى أن يكون القضاء مستقل ويقوم بدوره، لكن أعتقد قرار كيما هذا سيزيد الأمر تعقيدا. وشنو التهمة الله أعلم، لعل رجعنا لتهمة التآمر على أمن الدولة ولا الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها. وين كنا وين صبحنا؟ إذا كنا عملنا الثورة باش نلقاو رواحنا اليوم القيادات الوطنية والشخصيات الوطنية تواجه تهم التآمر والاحتفاظ، فعلى الدنيا السلام.